السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب دايما تكونوا بخير وبأفضل حال، وحلقة جديدة معاكم النهاردة إن شاء الله من قناة شهودة الأحلى الوصفات. النهاردة كده هاخدكم جولة في الغيط بتاعنا. قبل ما الحكومة تاخده، يعني هم قرروا إن هم ياخدوا الأرض بتاعتنا علشان يدخلوها في الطريق. فهوريكم كده بقى شوية حاجات من اللي احنا زارعينها أو من زرع الفلاحين، الناس الأصلة، الناس اللي بياكلوا كده لقمتهم بعرقهم وبياكلوا لقمتهم بتعبهم، وكل حاجة عندهم بيجيبوها من الأرض بتاعتهم. اول حاجه بقى احنا زارعينها هنا في الارض دي توم، بس لسه اخضر كده، لسه صغير، يعني يا دوب كده طول وطلع العروق اللي هي الخضراء بتاعته. تمام. فما شاء الله زي ما انتم شايفين كده شكل التوم واللون الاخضر ده اصلا لوحده ما شاء الله جميل. هوريكم زارعين ايه كمان في ارضنا اللي جنبيها. ما شاء الله شكل الخضره جميل. ده برسيم طبعا عشان ناكل الحيوانات اللي عندنا. ما شاء الله شايفين شكله قد ايه جميل، واللون الاخضر ما شاء الله مريح جدا للعين. ادي كده ما شاء الله البرسيم، وبين البرسيم والثوم ايد كده، ده اسمه ايد او جيد بالفلاح، يعني الميه بتمشي فيه وبنسقي بيه بقيه الارض من ورا. ده بقى ما شاء الله كده الفول الاخضر، بس لسه مش طلع، هو يا دوب كده نور. اهي دي الشجره بتاعت الفول، وما شاء الله يا دوب كده طلع الورده البيضه اللي هي نوار يعني احنا بنسميها. فالفول نور كده، فشويه كده هتلاقي ما شاء الله قرون الفول بقى الاخضر ظهرت كده، وما شاء الله جميله جدا. دي احنا مش عاملين له حته كبيره في الارض، يعني احنا زارعينه على الحد، الفول الاخضر مزروع على الحد. يعني ما شاء الله بطول الارض، يعني اخدينها كده بطول الارض. تعالوا اوريكم زارعين ايه تاني. وهنا ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده على راس الارض بتاعتنا شجره جوافه، ما شاء الله هي مطلعه، بس لسه الجوافه صغيره خالص. ما شاء الله شكلها جميل خالص. هوريكم بقى احنا زارعين ايه هنا تاني. الحته دي كده فيها كرنب، المحشي بقى وحلاوته، وكمان كزبره خضراء. شايفين بقى جمال الكزبره الخضراء ما شاء الله كده، ربنا يا رب يبارك فيهم يا رب. وده كده الكرنب لسه صغير، لسه ملفش، هو بيكبر كده زي الخصايه كده مثلا، ويبدا ان هو يتدور لحد لما الورق بتاعه يلم على بعض، وتلاقي بقى الكرنبه تنفع ان هي تتحشي. فما شاء الله الحكومه جت علينا قوي، يعني هياخدوا الارض بتاعتنا. وكمان بسم الله ما شاء الله زارعين هنا خس، لسه الخس صغير. شايفين بقى لسه الخصايه قد ايه كيوت خالص، لسه صغيره خالص اهي زي ما انتم شايفين. طبعا لازم بقى نستنى عليه لما يكبر كده ويلف، وبعد كده بقى نبدا ان احنا ناخد منه. ادي ما شاء الله الخس. جوله بسيطه كده، اتمنى ان هي تعجبكم وتكون كده يعني مريحه لينا وليكم. ده بقى خس اهو برضو، بس ده تقريبا سايبينه تقاوي، يعني تقاوي اللي هي الخس ديت، بيسيبوا الخصه تكبر، ولما بتكبر بقى وبتطول على الاخر بتبدا ان هي تطلع حبوب زي كده. فالحبوب ديت هم بقى بياخدوها وبتبقى هي تقاوي الخس، يعني منها فيها كده. هي الارض بتاعت الخس طريه شويه لانها لسه مسقيه قريب. كل الاراضي دي، الاراضي اللي انتوا شايفينها دي، يعني ده اراضينا واراضي بقى جيراننا واراضي ناس كتير، يعني هياخدوا مكان كبير خالص علشان يعملوه في الطريق الجديد. هيعملوا عندنا طريق جديد، الطريق ده ما شاء الله هيكتسح كمية اراضي زراعية مهولة، من ضمنهم يعني هياخدوا اراضينا كلها. فالحمد لله، يعني كلن يصيب لنا الا ما كتب الله لنا، ربنا يبارك لنا رزقنا في حاجة تانية يا رب. ده برضو الكرنب بتاعنا اهو، لسه برضو صغير ملفش. حابه اوريكم بقى الكرنب اللي هو لف اللي احنا دلوقتي هناخد منه.
علشان بقى نعمل شويه محشي كده في السقعه دول حلوين. ده يا جماعه قرنبيط، هوريكم كده قرنبيطايه صغيره خالص. بسم الله ما شاء الله اهي، بس لسه بقى صغيره اهي، شايفين ما شاء الله. يعني مش هنشتري قرنبيط من السوق خالص ان شاء الله، ولا هنشتري كروم. الناس بقى اللي بتحسد الفلاحين بقى وبيقولوا الفلاحين دول وحشين، بصوا شفتوا احنا عندنا ايه وانتوا لا. ما شاء الله ربنا يبارك. يعني حتى من كتر القر والحسد هياخدوا اراضي الفلاحين منهم. في وسط برضو القرنبيط خصايه اهي ما شاء الله. والكلب بتاعنا كمان جاي معانا عشان يحرسنا اهو. احنا ما شاء الله زارعين برضو هنا على الحد كرنب، وجوه الارض كده اللي هو القرنبيط او القرنبيط او الزهره. دي واحده تانية مطلعه اهي، بس ما شاء الله لسه صغير يعني مش كبر. دي بقى كبيره شويه ما شاء الله اهي. زي ما قلت لكم قبل كده في حلقات اللي انا بطبخ فيها القرنبيط، لما تيجي تشتري القرنبيط اشتري القرنبيطه الجمال اللي زي دي كده، اللي هي مقفله كده وما شاء الله ملمومه على بعض. القرنبيط من الاكلات يا جماعه الشتويه الجميله جدا اللي بتحارب كده البرد والزكام والحاجات دي. بوبي هو حابب يتصور. ده بقى الكرنب الكبير او الكرنب اللافف اللي هناخد منه. يعني في مثلا واحده لفه زي دي كده، ديت كده هناخدها بقى ان احنا نعملها محشي. وكمان ما شاء الله حاجه المحشي كمان الرز من عندنا، والكزبره من عندنا، والبصل برضو من عندنا، وكل الحاجه من عندنا ما عدا الطماطم. هنا بقى في الارض ديت في القطعه دي اهو ما شاء الله حمايه ربنا يا رب يبارك له ويديله الصحه، بيقسم لنا الارض. يعني حته بصل، حته خس، قدام الارض توم، قصادها في الناحيه التانية كرنب، قصادها الناحيه التانية قرنبيط، فما شاء الله كده بيشكلها لنا. يعني هنا بقى البصل الاخضر، وزي ما انتم شايفين على الحد كمان خس. دي يا جماعه ما شاء الله الغله او القمح، برضو الارض كده طينه كده رطبه علشان هي لسه مسقيه ما شاء الله. دي بقى بدنها تكبر لحديت لما تسبل وهي خضر، وبعد ما تخضر بتصفر شويه لحديت لما تبقى بقى ايه، بدل الخضار اللي انتوا شايفينه ده تبقى الارض ذهبي خالص ما شاء الله. بتكون القمح كده بقى سبلت ومستويه وجميله، فاحنا بناخده بقى ونطحنه ونعمله عيش. دي كانت جولتي معاكم كده، حبيت اوريكم الزرع الاخضر قبل ما الارض تتاخد مننا يعني، وممكن تكون دي اخر جوله اعملها عندنا في ارضنا. اتمنى طبعا ان الحلقه النهارده تعجبكم وتنال رضاكم. ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب لو بتشوفوا القناه بتاعتنا لاول مره، واترككم في رعايه الله وامنه. مع لقاء تاني في حلقه تانيه ان شاء الله، والسلام عليكم.